السلام عليكم. هذا سؤال نجاوب عليه. أه شنو هما العلامات اللي كتدل على انك وقعتي في شي مشاجرة أو شي نقاش هكا في الشارع مع شخص محترف في الفنون القتالية. يعني بحال دابا يقولك بحال وقعتك يعني شي مضاربة مع شي واحد اللي هو بروفيسيونال، وقعتي في شي نقاش معاه اللي هو محترف في الفنون القتالية، يعني بروفيسيونال محترف، تهضر على ذوي التخصص. أه العلامات ما نقدرش نحدد بالتحديد، ما نقدرش نعطي شي حاجه اللي محدده، لانك تختلف النفسيات بحسب، تختلف التصرفات بحسب نفسيه الانسان وبحسب العقليه ديالو وبحسب التربيه ديالو. ولكن كاين واحد الانطباع محدد تقريبا تقدر الى اجتمعوا شي مواصفات، الى هما اجتمعوا شي مواصفات بداك الشخص، فراك ربما تحشي في داك الشخص اللي هو ربما يكون خطير بزاف. يعني ربما يكون الدفاع ديالو على ذاته، الدفاع ديالو على راسو، ولا الرد المضاد ديالو غادي يشكل خطر على داك الخصم اللي قدامه. منها مثلا الشكل البدني ديالو الى تقارن مع شي عوامل، انا تنقول الى تقارن مع شي عوامل، يعني فيزيكمون تيبان لك في الفيزيك ديالو راه باين ناقص في شي سبور ولا شي حاجه. بالاضافه للشكل ديال الوجه ديالو، بحال مثلا بحال الأذى القرنبيطية، بحال داك تقارنو مثلا مع شي، واخا هادشي ماشي محدد بجميع الأبطال، ولكن تدل على واحد النسبة عالية، تقارنو هاد المواصفات مع شي تصرفات راه تدل على أنك طحتي في الشخص الخاطئ، يعني فهمتي، طحتي في صاحب دعوتك. بحال دابا كي قلت لكم، بحال تكون أذى القرنبيطية متقارنة مثلا مع شي أنف ماشي هو هداك، ولا متقارنة كذلك مع مع المستوى ديال لاكاد، تكون شي ضربات في الاركاد ولا شي حاجه بحال هكا. كذلك واحد الامر مهم، الى تقارنوا هاد المسائل مع قضيه ديال اليدين، ديال الشكل ديال اليد وديال الاصابع ديال اليدين، بحال دوك، بحال دابا تيكون بعض المرات الاصابع عندهم فيهم واحد الاصابات ديال التمزق ديال الطوندينيت، ما تيكونش شي سطواف، بحال دابا تيكون بحال الشكل، بحال دابا تيكون الصباع ما تيكونش، تكون مطوي، تلقى اصابع مطويين بحال هكا ولا فيهم شي، هادو تتكون طحتي يعني في شي شخص اللي هو دايز في شي رياضات ديال الالتحام، اللي شي فنون قتاليه اللي فيها التحامات وهاد الحوايج. هادو تقريبا هما الاوصاف. كذلك الا تقارنات هاد الاوصاف كلها اجتمعت في التصرفات ديالو، بحال دابا مثلا إلا تعرض لشي مواقف ولا شي حاجه وتلجأ للصمت، وداك الصوت تيكون مقترن كذلك بواحد العامل اخر، بحال النظرة ديال العينين. اذا شتي شي واحد مثلا فيه هاد المواصفات على سبيل المثال، وعنده نظرات بعينيه حادة قاصحة، ما تيرمش، ماشي التركيز ديالو ما تيخرجش على الخصم، وكذلك التصرفات ديالو هادئة ولا صامت ولا شي حاجة بحال هكا، فهذا راه تيكون في الغالب ديالو تيكون عنده شي فن قتالي اللي منطوي عليه بلا شك. وتيكون داك الصمت عبارة عن ركود، يعني تيكون تيحتوي من الداخل ديالو على شي رد مضاد اللي قاصحة ولا شي حاجة اللي يقدر يسبب تدمير خطير، خصوصا إذا كان داك الخصم ما تعرفش يدافع من الهجمات اللي غادي يقدر يتعرض ليهم من طرف داك الشخص المحترف وهاد الحوايج. آه، كذلك عوامل أخرى بحال دابا مثلا من الأسئلة اللي كتطرح، واش يعني محترفو الفنون القتالية واش تلتجئوا إلى أسلوب منحرف في المشاجرات، داك الأساليب التهديدية، بحال نقولوا بالدارجة ديالنا، بحال واش تيتخزوا في الهضرة ديالهم، واش تيبقاو يتعنصروا، واش تيبقاو يغوتوا، واش تيبقاو يهددوا غادي نديرو، أم أنهم عندهم شي أسلوب آخر ديالهم. في الحقيقة بحسب المنظور ديالي أنايا ما تيكون الأسلوب ديالهم صامت وهادئ بزاف، ما ما تيكونوش يعتمدوا على داك الاسلوب ديال الزنقه وهاد الحوايج. لان علاش نقول لكم السبب علاش؟ ماشي حيت ما تيعرفوش، ام انهم تيبانو داك الاسلوب عيب ولا شي حاجه، لا لا، وانما هما عندهم واحد المنظور قوه اخر،
عندهم واحد المنظور للقوة والدفاع عن الذات آخر. فأسلوب ديال العامة اللي هو مثلا اللي مأثرين وهاد الحوايج تلقاهم تيهضروا بواحد الأسلوب، فهمتي، أسلوب ديال الحباسة وكذا، وهادي بقى ينبح ويغوات ويهدد ونجيب وندير. ممارسة الفنون القتالية ما تيكونوش يهضروا بهذا الأسلوب بلا شك. علاش؟ لأنهم ما تيأمنوش بأن هذا أسلوب ديال القوة، وإنما أسلوبهم هما خاص. كي قلت لكم، نظرات حادة بالعينين، صمت. بعض الأحيان إلا حسوا بتهديد تيحفظوا الديستونس بينهم وبين داك الخصم اللي ما كانوش كيعرفوه، أم أنهم بعض الأحيان تيقتربوا من داك الخصم وتيكونوا تيقتربوا اقتراب شديد، يعني لدرجة الالتحام، قرب لدرجة الالتحام. فأي حركة من داك الخصم يقدروا يردوها، هما يردوها. هادو هما المواصفات تقريبا ديال واحد محترف فنون قتالية. فإذا ما قدر الله مثلا واحد واحد القضية، على فكرة، واحد القضية بغيت نشير لها بالمناسبة، أن واحد محترف إلا قدر ليه الله وقع في نقاش مع واحد محترف تعرفوا بعضياتهم بلا شك. ها من خلال الكلام، هذه حاجة واضحة. هذه غير من خلال الكلام، من خلال الطريقة ديال التصرفات، من خلال الوقفة يعرفوا بعضياتهم. واخا ما يكونوش هما فايتين عارفين بعضياتهم، مثلا في شي ما يكونوش من نفس الرياضة، ولا ما يكونوش عارفين بعضياتهم في شي، يعني في شي تظاهرات ولا شي حاجة، ولكن من خلال الوقفة، من خلال الأسلوب، من خلال الطريقة ديال التعامل يقراو بعضياتهم بالزربة. شكون هما اللي ما كيعرفوش بعضياتهم؟ هما مثلا واحد مثلا طاح مقاتل رياضي مع واحد مثلا على سبيل المثال منحرف، ولا هادو هما اللي ما تيعرفوش بعضياتهم، وبالتالي واحد تيغلط في الآخر. وفي الغالب اللي كيتصيد في البادئ ذي بدء هو هذاك المنحرف، بسبب الاندفاعية ديالو اللي كتعرضو لردود مضادة خطيرة، اللي ممكن تؤدي به يعني شي إصابات اللي بالغة ولا الحوايج. ولكن في الغالب محترف الفنون القتالية تكونوا هادئين، تكونوا كيضربوا ألف حساب وحساب مواقف أخرى، ماشي فقط كاين ماشي عندوش ما يعني مشاكل قانونية وهاد الحوايج يتجنبوا صافي، فهمتوا. كل واحد تينظر، وكاين اللي ما مساليش اصلا، فهمتوا. كاين اللي ما مساليش، كاين ابطال وكاين محترفين فنون قتالية اللي ما مسالينش كاع الصداع، كاع ماشي، واخا تجيك تبغي تجمع الصداع ماشي يهموش الموضوع. ولكن اللي خص يفهم الانسان بانه ما داك الصمت ديالهم وداك الحوايج في الغالب ما تيكونش ضعف، وعدم الرد بالمقابل، كيف ماشي يعني عدم الرد بنفس اللهجة ديال المنحرفين، راه ماشي معنى انهم هما ماشي يعرفوهاش ام انهم هما ضعاف، وانما في الغالب كتلقاهم لا يؤمنون بالقوة من ذاك الجانب، وانما هما عندهم قوة اخرى كيامنوا بها من جانب اخر، وتيتعاملوا بحسب الاسلوب ديالهم وبحسب. وهذا هو الملاحظات تقريبا اللي بغيت نشير ليها بالنسبة لاصدقائي كيسولوني على كيفاش نعرف واحد تعرضت ليه، واش هو مقاتل محترف ام لا وكذا. تبارك الله عليكم خوتي.